تعرف مين أكتر حارس مستفز في العالم؟ تعال أقول. تخيل إنك في نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والنتيجة تعادل، والوقت بدأ يتضيع من الشوط الإضافي الثاني، وكل العالم مستني الصفارة الأخيرة. في اللحظة دي استلم مهاجم كورة في منطقة ال 18، فرصة من ذهب لفرنسا إنها تحسم اللقب في آخر ثانية. شاط الكورة من مسافة قريبة جدا، والكل افتكر خلاص الكورة دخلت جول. لكن فجأة ظهر الحارس الأرجنتيني المستفز إيميليانو مارتينيز في جزء من الثانية، مد رجله وصد الكورة بتصدي شبه مستحيل. اللقطة دي اتوصفت بعدها إنها من أعظم التصديات في تاريخ كأس العالم. الصدة دي ما كانتش مجرد إنقاذ لهجمة خطيرة، لأن الكرة دي لو كانت دخلت فرنسا كانت هتكسب البطولة في وقتها ومن غير ما نوصل لركلات ترجيح، وكان ساعتها الحلم الأرجنتيني هيكون انتهى للأبد، لأن الشعب الأرجنتيني معروف بهوسه للكورة، وبالذات في البطولة دي لو ميسي ما كانش قدر يرفع الكاس كان هيفضل كره الشعب الأرجنتيني مطارده للأبد. لكن التصدي ده خلى المباراة تكمل، وبعدها الأرجنتين كسبت بركلات الترجيح ورفعت الكاس. ومن وقتها ظهرت الجملة الشهيرة شيل يا طويل العمر شيل. وبس كده، متنساش اللايك والفولو. في أمان الله. شيل يا طويل العمر شيل.